ده ملخص اعلان فيلم الست لما. ده عالم صايع يابا. هو الفنانه يسرا واضح ان انت عايزه ترجعي تاني للجمهور، بس واضح انك لسه محشوره في حقبه بدايه الالفينات، يعني جايبه اسطمبه السبكي بتاعت بدايه الالفينات واسم الفيلم الافيه الست لما اللي هو معمول سنه 2007. فوق يا فنانه يسرا، احنا ميلاديا 2026 وميلادا احنا كسرنا ال70 بحبتين ثلاثه، لا السن ولا اللياقه يسمحوا لنا ان احنا نطلع ببدله رقص ونرقص وجو بقى حب خلي الناس تحب ونلبس ابيض ونقلد الاميره ديانا. خلاص الاميره ديانا توفت، الكلام ده كان ينفع في بدايه الالفينات، لكن مش هيجيب معانا سكه في 2026. لا هو الافيه اللي بجد انه قال لك فيلم الست لما، قال لك فيلم. بس هو الميزه انه اسم على مسمى، الست لما، الست يسرا لما شويه ممثلين نحيتها بتحاول تعافر بيهم وتنافس في السينما. فيلم الست لما هو احدث التريلات اللي هتنزل قريب عشان تدوس على البيض رايح جاي رايح جاي وتدشملنا. الفيلم بطولة الفنانة الكبيرة جدا يسرا. هو انت فاكره نفسك لسه صغيره؟ درة، ياسمين رئيس، دنيا سامي، محمد انور، كريم عفيفي، عمرو عبد الجليل، ماجد المصري، انتصار، شيماء سيف، وضيوف الشرف غالبا يعني كريم فهمي، لميس الحديدي، حمدي المرغني، حمدي الوزير، كندا علوش. رمبيح ممثلين السبكي بيجيبهم بفخده وفته. الفيلم ده هينزل في شهر اغسطس واتمنى انهم يرجعوا في كلامهم. يعني قصه فيلم الست لما، مع الاعتذار عن كلمه قصه والاعتذار عن كلمه فيلم والاعتذار عن كلمة ست، لان انا شايف جدة المعدينا مرحلة الست. يعني القصة بتحكي عن اعلامية مشهورة جدا دينا الكردي، عندها مركز لتمكين المرأة وللدفاع عن حقوق المرأة، فهي بتطلق حملة اسمها حملة فيتو دي بقى عشان تقف مع الستات ضد الرجالة في المطلق، وتتوالى الاحداث بين مؤيد وبين معارض للموضوع كله. يعني طبعا اول تعليق اقدر اعلقه على الفيلم ده هو التعليق ده. اكيد قدام الست لما ده انا مش هتوقف عند القصه ومش هقول يا ترى القصه عدله جديده قديمه محلوبه، يعني ومش عشان ده فيلم الصيف لان ده ما يتصنفش فيلم اصلا، لكن عشان ده السبكي، فيعني انا مش منتظر قصه، ومن العته ان انا بكون شايف انتاج السبكي وتيمه السبكي وادور على القصه، فانا مش هتكلم عن القصه. لكن مشكلتي الاساسيه ان انا من ساعه ما شفت بوستر بكل حاجه انا حسيت الفيلم ده يا جماعه مش 2026، الفيلم ده من 2006، وما تفهمش بقى مثلا كان متخزن، كانوا معلبينه، ما فيش منصات رضيت تشتريه فقال لك اضربه في السينما. وبجد الاحساس ده وصل لي في كل حاجه. يعني انا لو هتكلم الاول في البوستر ده انا شفته قبل كده وقديم ومش كرييتيف، ويسرا واقفه وكلهم واقفين والكاميرا طالعه فوق شويه، بجد البوستر محلوب وقديم ضيق كده ما يدينيش جو 2026. طيب نسيبنا من البوستر، فكره الناس الكتير المتحشرين، يعني فكره انك هات لي الممثل ده والممثله دي والاسم ده والاسم دي، التيمه دي على فكره هي تيمه السبكي، انك بتجيب ناس لا في دور ولا في قصه، هو هيجي مشهدين ثلاثه دوبك عشان هيديله اجر ضعيف ومكسح، بس هو اسمه يتحط ويعمل بيه دعايه. حتى وانت بتتفرج على البرومو انا بجد ما عرفتش مين الابطال غير يسرا ومين ضيوف الشرف، وتيمه السبكي برضو القديمه بقى بتاعت بدايه الالفينات، كام شوت لكام ممثل على كام شوت لكام ممثله، على اغنيه شعبيه، على رقصه، على ضحكه، على كام افيه يهرس البيض، بس خلاص شكرا الفيلم خلص. فلذلك الست لما ده يعني والله من اول ما شفته الحاجه الوحيده اللي وصلت لي ان ده فيلم غسيل اموال من الدرجه الاولى بجداره. تاني مشكلة عندي مع فيلم الست لما فيتو ده ان انا مش قادر احدد الفيلم ده عايز مني ايه. يعني في افلام انا ببقى قادر افهم هو بيبيع لي نفسه كفيلم اكشن او كفيلم كوميدي او حتى كفيلم غنائي او حتى كفيلم هدير عبد الرازق، انا ما عنديش مشاكل، بس افهم انتوا عايزين ايه. هنا انا فعلا ما قدرتش افهم من الاعلان انتوا عايزين ايه، واتفرجت للاسف يعني طبعا كنت لابس بوكسر حديدي عشان احمي نفسي، عدت البرومو اكتر من مره ان افهم طب انتوا عايزين تضحكونا، اصل لو انتوا عايزين تضحكونا دي تبقى كارثه، لان كل الافيهات هي افيهات قلشه، اهو قالها ابعتها لها يا جماعه ارحموني انا على الهوا، ده انا اللي هركبك الهوا، وضحك ستات صايعه محشور في النص، قال يعني ده اللي هيجيب معانا افيهات. فبالتالي لو ده مستوى الضحك يبقى انتوا اكيد مش قاصدين تضحكونا، لان انتوا كده قاصدين تحددوا الناس. ده غير بقى في حته قلشه عاليه جدا، هم مطلعين كده لقطه دنيا سامي بتكلم المراه السودانيه وهي عامله فيها سودانيه، درة بتكلم المراه التونسيه وهي بتتكلم تونسي، ياسمين رئيس بتتكلم خليجيه،
وبتكلم المرأة الخليجية. انا ما ضحكتش ومش قادر افهم اصلا اختيارات الادوار دي بناء على ايه غير دورها عشان هي اصلا تونسية، بس قدرت افهم ان ده سيستم السبكي. الراجل راجع بيبيع لحمة مش بيبيع افلام. بقى الزبون عايز ايه؟ في واحد عايز حتة من الكتف، في واحد عايز حتة من الزند، تمام. هو عمل نفس القصة، قال لك يلا نعمل مشهد خليجية عشان هنبيع في دول الخليج، مشهد تونسية عشان هنبيع في دول تونس والمغرب، وهكذا. فهي بضاعة وبضاعة رخيصة جدا. لا انت ضحكتني وكمان انت مفقوس ومكشوف قوي انك هدف الموضوع ده كله التوزيع الخارجي، لان طبعا مين في مصر هيروح يخش فيلم الست هلام؟ زي ما انا مش فاهم الفيلم، انا برضو مش فاهم الفنانه يسرا. يعني ايه اللي انت بتعمليه ده في السن ده؟ يؤسفني ابلغك يا استاذه يسرا ان احنا معديين ال70 بقصفه، مش هقولك بخطوه ولا بخطوتين. يعني انا ما اعرفش يسرا عندها كام والله ما عملت سيرش، بس هي بتمثل وهي شابه من السبعينات، يعني بنتكلم من 50 سنه وما كانتش طفله. احنا كنا بنتكلم في عندنا حاجه و20 سنه، فاحنا معديين ال70 بحبتين ثلاثه حلوين قوي. هل ده اللي يليق ان واحده في سنك ممثله والمفروض انك نجمه تقدميه؟ يعني انك طالعه ترقصي يا ستي، عايزه ترقصي في حياتك الخاصه، ولو ان الناس اصلا برضو مش عايزه تشوف ده، بس اعملي ده. لكن في السينما عايزه بقى تبقي نجمه وسوبر ستار، تتعلمي من النجمات اللي بره اللي في سنك واللي عندهم تاريخ اكبر وانضف من تاريخك، تحافظوا عليه، يعملوا ادوار تليق بيهم. يعني حضرتك ما تطلعيش لسه في سنك ده طلع لي تناقشي لي اصل انا اعلاميه، اصل انا حقوق المراه، خناقه الرجاله والستات. الكلام ده كان ممكن تعمليه من 20 سنه، من اوائل الالفينات. انت لسه كده في اوائل الخمسينات، كان ممكن تمشي عليه. لكن النهارده واحنا في السبعينات تعملي قضايا تانية بقى. احنا نتكلم عن القضايا اللي تليق بسنك. ليه؟ انا مش قادر افهم ايه الموضه المستفزه. يعني هنيدي كسر ال60 بس طالع لسه بيتجوز وبيحب ومش عارف ايه، هي اللي كسره ال70 بس مش عايزين نعترف بسننا ان احنا دخلنا في مرحله ان انا جده وابتدي اناقش القضايا دي. لا، احنا لسه برضو ست اللي لسه سنها صغير وفيها امل وبترقص. طبعا لو هتكلم بقى عن باقي الممثلين اللي موجودين، انا مفيش حد هعلق عليه لانه حرفيا الممثلين كله جاي يضرب. انا مفيش حد، يعني انا حتى انتصار كنت بقول بقى لها فتره مؤخرا بتعمل ظهور او حضور كويس، انا مش شايف لها حضور في البرومو، ولا شايف حضور لشيماء سيف، ولا كل الكوميديانات اللي متحشرين، اذا كان كريم عفيفي، محمد انور، حمدي المرغي، كله حشر. يعني انا بس كده بجد حسيت ان انا قرفان وانا بتفرج. فما فيش ممثل هعلق عليه، وانا واثق مليون في المية ان ما فيش ممثل اصلا جاي يأدي دور. احنا جايين ننحت لان السبكي بيدي فلوس قليله بس بيدي لحمه كتير، فجايين ناكل وننحت ونمشي، وهو فيلم وهيتضرب ويتنسي ومحدش هياخد باله منه. احنا ليه في السينما المصريه حاشرين نفسنا في كام تيمه ومش قادرين نخرج منه؟ يعني احنا الاول نعمل تيمه السبكي، ده كان في اوائل الالفينات، رقصه وشعبي ومش عارف ايه. التيمه اتحلبت، يلا نبتدي بقى نعمل تيمه الاكشن، نقعد نحلبها، زهقنا منها نرجع تاني نعمل تيمه السبكي مع تيمه جديده اللي هي تيمه ايجيبت لايك كده، الافلام اللي متصوره كلها في فيلل وغالبا قصصها منحوته من بره. طب ما نعمل التيمه اللي العالم كله بيعملها، اننا نعمل فيلم بسيطه يعني ندور على قصه، ندور على ممثلين محترمين، وكل واحد يتسكن في دوره. اللي عنده 70 سنه يناقش قضايا ال70 سنه، اللي عنده 20 سنه يناقش قضايا ال20 سنه. يعني نعمل السينما زي ما العالم كله بيعمل سينما. ليه احنا مصممين نخري في الموضوع؟ انا لازم اقولها بقى. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه. بما ان فيلم الست لما ده نازل، تفتكروا الفيلم ده هيعمل قد ايه؟ لا مش ايرادات، تفات. الجمهور هيديله قد ايه؟ اكتبوا لنا بقى ارائكم في التعليق. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين: سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله ابديه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. وقت جهد باقه طاقه، خد لك لفه، قول لي ايه اللي عاجبك ايه اللي مش عاجبك، او خد لك تفه برضو لو في اي فيديو مش عاجبك، عادي احنا بنتقبل ده. اللي مش عاجبك نحاول نظبطه. وبنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورو.